معروفه عند الجميع ان لابو غراس هي اللي كتاكل العصا بزاف. كيدخلوا شويه الرومي مع البلدي، الرومي كثر من البلدي، دونك ما كيبقاش هذاك القفطان المغربي عنده ديك الهيبه والوقار. الاسباب ديال تساقط الشعر هناك الاسباب الوراثيه والاسباب غير الوراثيه. التواجد في الماء كيعطينا صحه وفرح وسعاده. نهاركم مبروك مشاهدينا ومرحبا بكم معنا في حلقه جديده من مغربيات. كيف ما عودناكم ووعدناكم حلقه يوم الجمعه كتكون فنيه بامتياز. نضيف فيها نهار اليوم هو فنان مغربي شاب، نقدر نقول انه يعني العمر الفني ديالو قصير ولكن حقق في مده اللي هي صغيره شهره بطبيعه الحال. يعني العالم كله، العالم العربي كله اكيد كيعرفوا. نقول عليه انه غنى لعمالقه الطرب العربي، تعرفنا عليه في واحد من بين اضخم برامج اكتشاف المواهب في العالم العربي. اليوم مشاهدينا حاضر معايا ومعكم ونجمي، وحنا اليوم يعني نقولوا ضياف عنده البركان كيف ما سماه الكبير حسين الجسمي. اكيد معي مشاهدينا محمد الريف في حلقه اليوم من مغربيات. سي محمد مرحبا بك معنا. الله يبارك فيك. لا يخطيك، حنا هاجمين عليك اليوم بحال ديما، مرحبا. حنا تعودنا نهجموا على نجومنا. مرحبا ومليون الف مرحبا ومرحبا بالطاقم ديالك كامل وشكرا على التقديم. لا يخطيك، شكرا لك. طيب جاينا بالجديد، عمل مشترك مع العالمي إلام جاي، شنو القصه؟ صراحه القصه جات صدفه انا وإلام، والحمد لله هذه الصدفه تكلت بالنجاح، تنحمد الله ونشكروه. يعني انا جيت سعيد بهذا العمل اللي الضخم اللي درت انا وإلام، واللي جاي اقوى ان شاء الله. ان شاء الله. عرفت انه عندك البوم، يعني وجدتي البوم كامل. إلام وجد الالبوم ديالو وانا وجدت الالبوم ديالي، ويا ربي يلقى نجاح كبير كيف ما حققت الاغنيه ان شاء الله. طيب الاغنيه شحال وصلت يعني نسب مشاهده ديالها على اليوتيوب؟ يعني في تقريبا في 10 ايام يعني في 2 مليون مشاهده، وهادشي تيفرح. يعني الاغنيه غاديه في النجاح ومازال متفائلين خير. وما جاش هادشي من فراغ، لانه قلتي لي سنه وانتم معسكر يعني. اكيد جاب بعمل كبير، يعني مده ديال سنه، وحنا غير استوديو يعني تعب وارهاق، والحمد لله التعب ما مشاش هباء منثورا، وانا جيت سعيد الحمد لله. طيب كيفاش تعرفتي على إلام؟ كيفاش جات إلام؟ اللقاء مع إلام يمكن كما قلت لك جات صدفه. يمكن انا كنت دائما تنقولها، كنت غادي لمصر وجاني من اداره العمل ديالو مكالمه، وانا تنعرفو غير بمورينا اللي كانت في 2004 اللي كانت دارت ضجه، وتلاقينا ودرنا شراكه. الحمد لله حاليا مسيني مع اكبر عقد يعني تقريبا في العالم، في شركه امريكيه جي فايب، وانا جيت سعيد بهذه الشراكه اللي درت معاه، والحمد لله هذاك الشيء كامل اللي كنت بغيت نحققه في مده كبيره، يمكن حققته حاليا في مده قصيره أكيد. ومازال جاي العمل وجاي المفاجآت بزاف في الوطن العربي ان شاء الله. طيب الالبوم تقريبا شحال فيه من اغنيه؟ الالبوم يمكن فيه تقريبا حتى 5 اغاني ديالي، وقلت لك شيء مميز، درنا عمل كلهم تقريبا الاغاني تيكونوا هادفين ماشي اي حاجه، وراك عارفه حنا تنبغيو ندخلوا للديور. فالعمل اللي جاي انا من الناس اللي دائما متفائل، تنغني متفائل خير، لان تكون عنده دائما واحد الحب ديال الناس، ما عمره ما تيخاف، واللي تيغني من قلبه دائما تيوصل. اكيد. طيب قلتي لي انه كتهضر على واحد الاغنيه من الالبوم بحماس، قلتي لي غدير ضجه كبيره، تعاود لي عطيني سكوب. انا نجي عندك عطيني سكوب. سكوب ديما تنخلي المفاجات، يعني كيف قلنا على الاغنيه ديال هيجنيني اللي لقات نجاح، ومازال باذن الله تعالى تلقى نجاح كبير في الوطن العربي، لان يلا تقريبا شي 10 ايام باش حطات يعني 10 ايام تضرب 1,200,000 مشاهده ما يعني شاء الله. ودائما تنقول لك محمد ريفي تيبغي يدير العمل على الوطن العربي، ما تيكونش خاص ببلد واحد. الوطن العربي كله خاصو يسمع الاغاني ديالك. فالالبوم اللي درنا قلت لك شيء هادف، وانا من الناس اللي جيت سعيد بهاد الاغاني اللي غادي يخرجوا جدا جدا. فانا داير مفاجاه ما بغيتش نحرقها، فخلي الناس هما اللي يعرفوا اكيد مع مرور الايام. طيب علاش شحال الوقت بغيتي تطلق الالبوم ديالك؟ يعني إلام تبقى العمل ديال إلام، يعني شوف شحال ديال الوقت ما كانت مسائل ديال الشركه على ما ديال شركه الانتاج هي اللي مكلفه، لان حاليا الاغنيه الحمد لله غادا في نجاح، يعني ما نزربوش، نخليوها تاخذ حقها اكزاكتومون، ونطلقوا الثانيه ونطلقوا الثالثه. يعني احنا الحمد لله دابا واجدين ان شاء الله. طيب سمعنا مقطع شويه من هيجنيني.
نسمعوا اللايف، حنا اليوم جايين طامعين. باش نقول لك دائما تنقول حنا انا من الناس اللي تغني، ماشي دائما تنغني. ديما انا عندي الغناء في ملي تيكون بحال هكا جلسه تيكون ديما الخجل تتكون شوف صعب. اليوم غتفششني انا والطاقم صعب. ديالي والمشاهدين اللي كيشوفوا فينا. دائما تيكون الخجل. اوكي دابا جالسه انا وياك والمغاربه كاملين. وي، ما ولكن عرفتش شي حاجه. تبقى صعوبه. واخا تبغي تغني ما تتبغيش كي تقول لك ما تتبغيش تخرج. لا اليوم ما غتخرج ان شاء الله. انا ما خارجه من تخرج. مرحبا. وغنغني وهيغنيو واغاني اخرى ان شاء الله. يعني مرحبا. باش توجد لي راسك الحلقه كلها. مرحبا. واخا ضربني البرد. لا هذا العذر ديال المطربين كاملين مقبول. الحلو ماشي ولا همه يبعدني لو اقرب منه، ده اللي ما حدش مال لعينه، حسنه جماله معونينه. حيت كاينين لا عرق سي محمد كلمنا عرق. حيت الاغنيه اكيد لان احنا المغنيين ديما تيكون عندنا واحد الخجل، وصعيب باش نغنيو بحال هكا في جلسه. دائما تكون تتغني تكون عايش في واحد العالم اخر، ملي تكون قدام بيبليك قدام خلق ديك الساعه ملي تمكن لك تغني. ملي تكون جلسه بحال هكا تيكون ديما داك تحشم الخجل. اكيد وانا اليوم ما نخرج كنطير مرحبا ان شاء الله. مرحبا. طيب سي محمد شنو اخبارك ولا احوالك مع الصحافه المغربيه؟ الحمد لله. الحمد لله. احوالي مزيان حاليا. كانوا بعض الاخطاء في الاول، دابا الحمد لله. اكيد معك مجموعه قويه اللي مقابلك، اللي ما بقيتش انا تندير اي حاجه. معك الناس من وراكم اللي مكلفين بكل شيء، بالسوشيال ميديا بكل شيء. تتكلم بادب وتحاول ما تلقاش صعوبه كيف الاول كنت تتكلم انت بطريقه يعني فشويه. دابا لا، دابا وليت من الناس الذي لا ابالي. كان في الاول مشكل عدم درايه بالمجال. مش عدم درايه. الانسان اي شخص يكون انسان عادي وبسيط تجي تتحطيه تولي ستار يعني صعبه، ويمكن ولا طريحه مع رجال اعمال ما يمكنش. واحد الانسان عسباش الانسانه في واحد المستوى ضعيف، والحمد لله تنحمد به الله الحمد لله. كنت ولد شاب انسان عادي بسيط في ظرف عام تيمشي يغيب تيجي تلقى داير ضجه في الوطن العربي. يعني بالنسبه ليا صعيبه. يعني انا باش جيت اول حاجه اللي كانت خاصها دار هي كنت تريح مع الطبيب نفساني باش يوجهك لهاد اكيد لانه صعب. يعني راه صدمه الواحد تيكون ولد شاب عايش 27 سنه تيكون عايش نورمال، تيجي عام تلقى الدنيا مقلوبه كلشي تيتكلم عليه. يعني صعيبه بزاف وانا لقيت صعوبه. طيب غلطتي في حق صحفيين؟ تنقول لك قلت لك انا من الناس اللي متسرع جدا، وانا من الناس اللي ما عمرني ما هذه تربيت عليها. يمكن نقدر نكون صعب ولكن القلب ابيض. ما عمرني ما نأدي ولا حاجه في حياتي كامله. وخا يمكن نجي في شخص ونضوي فيه ونتقلق، ولكن ما نقدرش نأديه حيت انا الوالد الله يرحمه رباني هكا. تيقول لي انا اصلي ريفي تربيت هكا، تربيت بكرامه وما عمرني ما نزل كرامتي كيف ما كان. تنخاف من جوج الناس، تنخاف من شخص واحد والله سبحانه وتعالى اكيد اللي خلق الكون والوالده ديالي. هاد الجوج من تنخاف من الحياه كامله. شي حاجه اخرى اكيد لا بطبيعه الحال. طيب انت يعني قلتي انه في واحد الوقيته ما كنتيش كتعرف تتعامل مع الصحافه. طيب الصحافه بدورها اداه ريفي؟ اكيد بلا ما نكذبوش واحد النسبه كبيره، ولكن ما نلومهمش. يمكن سوء الفهم كيفاش كنت نجاوب يمكن كانوا تياخذوه بشي طريقه سلبيه. غير انا كان عندي اخطاء اني ما كانش توجيه، كنت متسرع. نعم. حاليا لا، حاليا يمكن يتكلم صحفي قلت لك لا ابالي. كاين الناس من ورايا اللي تيجاوبوا ونقدر نجاوبوا بصغير بضحيكه ما نبقاش واخا هو يقدر يغلط في حقك. فانا بغيت نكون بحال اعوذ بالله ما قلت انا بحال لي ستار اللي ما تيحضروش اللقاءات. وانا من الناس اللي دائما تنكون قليل الظهور، الناس اللي ما تنحبش ندير لقاءات وما تنحبش نبان في التلفازه بزاف. انا من هاد الناس ما عزيزش عليا نبان الاضواء. ولكن مادام اختاريتي يعني ميدان بحال هذا الا وغتكون ديما عليك عندي حاجه وحده، اضواء عندي في لاسين في المسرح ملي تنغني. بشي حاجه اخرى نقدر نقول لك تنحاول نبعد بواحد الدرجه ديال 90% من غير شركات الانتاج اللي قالوا لي خاصنا نجاوبوا الناس وخاصنا نجاوبوا الصحافه. أكيد. اللي ما قدرش نجاوب اكيد كاينين الناس من ورايا اللي تيقدروا يشرحوا للصحفيين كاملين وجهه النظر وتيتقبلوا اكيد
اكيد. لو لا يعني التغيير واضح بزاف، لانه كنت انا من الصحفيين اللي اتصلت بك، نشهد فيك دابا قفرتيها من الصحفيين اللي اتصلت بك في الاول فاش يلاه جيتي، وكاين فرق ملي هضرت معك هذه المره هذه من بعد مرور دويت معك مباشره. هضر معايا الاخ ديالك على اخ ما ديالي يعني ماشي انا. عطيتيني رونديفو خوتي بيا انا شحال من صحافي تقول عليا ما عرفتش شحال واحد سمحت لك سمحت لك انا. طيب باش ترضيني تغني لي مدلل وما تعطينيش هذا الصوت الحشومي عاوتاني. اكيد ما تقدرش والله، واخا تبغي ما تقيتش. شوف دلل جمهورك يا سي محمد الله يهديك. دائما والله دائما تيكون واخا تيكون تنقول لك حنا حيت نغنيو بقلبنا الصعب. هاد اللحظه انا حيت انا تنحسها ديما ملي تيكونوا جالسين الناس تقول لي غني ما تنقدش، حيت انا ما قادش واخا تنبغي ندير افور ما تيبغيش يخرج ليا، ما تيبغيش يخرج واخا تنبغي نكذب وندير هكا. تخيلي بعض المرات نقدر تبقاي معايا 24 ساعه نقول لك يلا نبغي نغني ما نقدش، ما تتقدش. عافيتك ماشي مشكل. شكرا بزاف. شكرا بزاف. طيب سي محمد كنشوف لا باغ في يدك، شنو القصه؟ تخلع معليش تخلعت كنسول سؤال بريء هذا. لا هذا غير حيت كان عندي خاتم في لبنان ديروا سوفونير. كان عندي خاتم ديال الوالد الله يرحمه اللي كان عندي مده ديال 17 سنه. نعم. ومشى ليا وتقلقت فخديت واحد اخر، حيت انا ديما ديك الخاتم بقى ليا فخديت واحد نقرا عادي زعما ماشي ما كايناش شي حاجه مور هذاك الخاتم. لا اكيد لا. نهني راسي وهنيو الناس راسهم. لا اكيد لا مازال. طيب سي محمد خبر انتحارك شنو؟ انا كنشوفك جالس قدامي صحيح بصح شنو وقع؟ ايوا واش نقول لك، خبر الانتحار دائما تنقول كلمه واحده الله يهدي ما خلق. اي انسان الروج للاشاعه زعما انا استغرب جدا. زعما اللي تيبغي ينتحر غير اللي ايمانه ضعيف بالله سبحانه وتعالى. فكون بغيت ننتحر كنت انتحرت في ايام مشاكل ايام الفقر وايام الحمد لله. ربي هو الغني، حنا ما الفقراء كاملين واخا الله اللي عطاه حنا راه فقراء قدام الله. يعني كيفاش انا غادي ننتحر في الماضي وربي ما يسهل سبحانه وتعالى من فتح ربي غادي ننتحر؟ زعما شو السبب؟ وانتحار يعني خرجت جوج المرات، خرجت يمكن في باش انا دخلت من لبنان اكزاكتومون، وخرجت باقي تقريبا 10 ايام تنزل الاغنيه خرجت الضجه. يعني انا براسي ما تنفهمش واش هادشي مقصود، الله اعلم. حيت انا ما تنبغيش نظلم معايا شي شخص، غير انا جاتني غريبه هاد الانتحار المره الثانيه. نعم. حيت دار ضجه في العالم العربي. شفت قنوات انا ما عجبنيش الحال، ولكن كما قلت لك لا ابالي. فكانوا الناس جاوبنا بطريقه بروفيشن الحمد لله، جاوبنا بطريقه اللي مقبوله. وانا حي قدامك ديما تنقول اللي تيبغي ينتحر غير اللي ايمانه ضعيف بالله سبحانه وتعالى. ولا مره يطيح ليا في دماغي هاد ديال الانتحار، ولا مره من غير اللي كتب لي الله شي حاجه. طيب سي محمد شنو الحركه اللي كنا كنشوفوك كدير من اللي ديما كتطلع يعني كتفوز في الحلقه؟ الحركه هي شنو الدلاله ديالها؟ لانه ثارت انتباه الناس كاملين. الحركه فيها اسم الله كنت دائما تنعملها. كاين الالف والالف والالف والهاء وتنديرها وتنقرا ايه الكرسي وتنحمد الله ونشكر مع تندير لهم بحال هكا. زعما راه كلشي في كنت دائما هذيك الحركه. هذيك الحركه تنديرها من زمان، تنديرها مده ديال شي 7 سنين 8 سنين. كانت عندنا حنا كنا شباب كنا دائما يمكن اللي كانوا عارفين الدراري كنا تنديروا حركه وحده. فانا مشيت تما صافي الحركه ديالي بديتيها معاك من المغرب هذه. بقات لي ديما ملي تنكون شي حاجه تفرحني تندير ديما بحال هكا وتنحمد الله ونشكر. الحمد لله. طيب انت ولد اش من حي في كازا؟ انا ولد مدينه قديمه. طيب عاود لي شويه ذكرياتك في مدينه قديمه. مازال كتهبط عندهم؟ اكيد حاليا ما يمكن ما هبطش شي سنه ونص، تقريبا شي عام ونص. نزلت تقريبا شي 6 شهور الاولى دائما مره في الشهر تنزل. حاليا دابا مع حكم الضغط اللي كان عندي في هذا العام بزاف باش والله وجدت الالبوم، يعني ما تاحتش لي الفرصه باش ننزل للمدينه. وانا ولد مدينه قديمه وافتخر بان ولد مدينه قديمه. ودائما حنا ولاد ما تنساوش اصلنا فين تربينا وفين كبرنا. ومدينه تنموت عليها لاني طلعت مع واحد الناس بسطاء وحنا ديما ولاد الشعب، تنبقاو ديما ولاد الشعب فين ما نمشيو. ديما عزيز علينا داك كي تنقول لك هذوك الناس الكول واللمه ديال الحي الشعبي. اللمه ديال الحي الشعبي وديال كلشي ما مسوقش، كلشي عايش على طبيعته، عايشي تدفيق الصباح كلشي ضاحك كلشي كاعي كلشي باكي كلشي ناشط كلشي ندوز النهار ديالو. تعجبني هاد الاجواء الحمد لله. طيب الناس ديال المدينه القديمه شنو تغني لهم؟ انا قلت لك انا في البدايه اليوم انا ما خرجت غتغني ليا الناس ديالنا القديمه حيت ولاد الشعب. غنغني لهم يا دنيا هاتي كمان هاتي
ما يهمكيش همي حياتي، ما انا اصلي واخدة على الاحزان والدمع في عيوني ليلاتي. لا 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 هادو ولاد المدينه، حيت حنا ولاد الشعب ديما كيتاب حياتي عين اكيد ديما. طيب علاقتك بحسين الجسمي مازال قائمه؟ الحمد لله. علاقتي مع حسين الجسمي علاقه طيبه جدا، وأسادي واحترمه جدا واكون له احترام كبير. والعلاقه يمكن من الاكس فاكتور الحكم انه الشغل ديالو في بلدان، انا الشغل ديالي في بلدان، يعني ما تبقاش لان ديما لي كارت ديال التليفون ديما ما كاينينش، ديما كل بلاد خاصو يحل كارت، يعني كاين انتصارات. والحمد لله علاقتي مع أسادي طيبه جدا كيف ما كانت، وتبقى أسادي اللي ما عمرني ما نقدر نطول عليه. والصراحه تنحترمه بزاف هذاك الاستاذ، لانه هو اللي امن بيا، وقف جنبك هو خلال البرنامج. اكيد وقف جنبي. كنت الفتى المدلل، كان ديما مدللني، ديما كيديك الدلع مفشك ديما مفشني بواحد الدرجه كبيره، ولكن كان عارف علاش كان مفشني. طيب كانوا يعني من لي كوتش، يعني الفنانين اللي كان شي حد عنده مشكل مع الريفي؟ لا الحمد لله، راك عارفه عرفتي الدبلوماسيه بنت على وجهك السي محمد. انا لي كوتش اكيد كل كوتش كان باغي الفريق ديالو يربح، اكيد غادي يكون عليك ضغط. نعم. فالحمد لله ما عمرني ما صرات منا شي كلام ماشي تما ولكن في حكم مسابقه اكيد بنت في التلفازه انني ما تنتقبلش دائما تنفشخ اللجنه بواحد الطريقه يمكن شرسه جدا. فهذيك الساعه كنت ولد الشعب الحمد لله، وباقي ولد الشعب، غير ما كنتش خاصني كنت نجاوب بهذيك الطريقه. ان رده الفعل ما كانت كتكون مدروسه ربما، لانه العالم جديد. باقي دابا حاليا رده الفعل ديالي حاليا باقي ملي تنكون مآمن بفكره ما نحيدهاش من دماغي. مستحيل يطيرها شي حد من راسك. من المستحيلات. واخا ما تكوني تحت قدامي، حطيت الفكره وحسيت بها انني ديك الفكره منجحاني، ما تخلاش. واخا يجيو مجموعه يقولوا لي لا هذه الفكره ما غتنجحكش، نقول لهم انا مآمن بها غتنجحني. فهذاك الشيء اللي نجحني في الاكس فاكتور. عندك الحدس، قوه الحدس بواحد الدرجه ديال 99.99. ماشي تندخل هادشي تبقى في علم الغيب، ولكن ديما عندي واحد الحاسه اللي مخليني ديما الحمد لله متفائل. انا يمكن قبل ما نمشي للبروغرام كنت نقول الوالده واحد الوقت، يمكن كنت نقول لها الوالده غادي نتشهر، تبدا تضحك. تنقول لها ما علاش انا سميتي غادي عارفه العالم العربي وانا متاكد قبل ما تمشي هادشي، قبل ما نمشي بشي 4 سنين، وتنقول لها يوميا تبدا تضحك. فانا ديما هذيك الحاسه كانت ديما هي اللي مخلياني الحمد لله، اللي مخليني غادي بخير في الحياه. فملي تنقول هذا العمل غينجحني تنآمن به. اللي قلت العمل واخا يجي بزاف الناس يقولوا لي لا هذا العمل تنقول لهم لا غادي ينجحني، والحمد لله ربي تيسهل. دونك كتآمن بافكارك انت وكيصدقوا. هذا الشيء اللي كنت في الاكس فاكتور تنآمن. كان الاستاذ ديالي الجسمي كان تعطيني شي فكره، نعم. كنت نآمن بالفكره ديالو، ولكن كنت واحد 70% كنت نآمن بالافكار ديالي وتيآمن بهم وتنجح. تنقنعوا. في واحد الوقت يقول لي الريفي تنعطيه شي اغنيه تيقول لي انا عارفك، ما بقاش خدم عليها. ومن عطاني اغاني اللي داروا ضجه في العالم العربي. عطاني كتاب حياتي يعني كتاب حياتي انا من عطا ليا في الاول ما امنتش بها، ولكن من ريحت بقيت نغني، عرفت ان اغنيه ناجحه، وبسبب هذيك الاغنيه يمكن هي اللي خلاتني نجحت بواحد 99.99%. الحمد لله. طيب الريفي دار شويه الفلوس من الفن؟ الحامدين شاكرين الحمد لله. تنحمد الله ونشكره. ما عندناش وما خاصناش بخير الحمد لله. اللهم لك الحمد. عندي اللي مقنعني الحمد لله، ياك عندي الوالده ديالي حدايا كل شيء ما خاصهم خير، ياك تشوفهم بخير على الصباح فايقين ما مخصوشين الحمد لله. كنت واحد الوقت تنتقاتل، دابا تنحمد الله ونشكره، حيت انا من الناس اللي ماشي نقول لك زعما انا من الناس اللي الفلوس دابا عندي سهله باش نجيبها، ولكن انا انسان محترم جدا. نعم. تنبغي نبان بواحد الاحترام كبير، ما نجيش نمشي اي بلاصه نمشي لا. اكزاكتومون. انا من الناس اللي ثقيل بزاف. ما تغنيش في مالها ليلي؟ انا من الناس اللي انا فلوسو سهله تيجي ماشي ما تغنيش من الهلالي، يمكن تيجيو صواغي برا. لا تيكونوا في سهرات، يعني نخلو سهرات، يعني النوادي ليليه. النوادي لا، انا من الناس لا ما تغنيش في هاد الاماكن. منين دخلت المغرب دابا سنتين عام وانا في الشغل وتيعيطوا لي، ولا مره مشيت غنيت ولا يمكن كان واحد الحفل حيته ديال السفاره السعوديه ديال السفير السعودي، نعم. ولكن ما كان فيه لا خمر ما كان فيه لا والو، وفهمتي المهم الناس كلاس وديال الطرب
باش غادي تمشي. كل واحد عنده مبدا. انا ما تنعيبش، ممكن واحد الوقت يجيني عمل في اي بي جالس مع والناس حاطين اكيد واش غادي دير، حيت انت عندك شركه ما يمكنش تقول لهم لا. حيت شركات الانتاج ماشي دار راسك ممكن تقول لا، ولكن ملي تكون عندك شركه الانتاج انفيستيها فلوس، خاسر عليه فيديو كليب مخسر عليه ملايين. نعم. ما يمكنش تقول لهم لا. طيب خلينا من الخدمه ومحيا الخدمه وتعب الخدمه، باش نهضروا شويه في الحياه الخاصه ديال السي محمد الريفي. مرحبا. وغادي نرجع لهذيك الخاتم. اييه. كيدق قلب محمد الريفي حاليا ولا لا؟ حاليا من عرفتي راه كلشي كيتسجل، الا كذبتي على راه كلشي مشكله. شو واحد القضيه، انا من الناس اقدس المراه جدا. لماذا؟ لان الله خلقها امراه وخلق عندها قلب. وديما المراه ديما عندها الاحساس زايد على الراجل. نعم. فربي ما ميزها وعطاها 3 المراتب على الراجل. تعرف ربي علاش عطاها هذيك المرتبه؟ نعم. حيت يمكن حنا بلا نساء ما نقدروش نعيشوا. فانا عندي المراه عندي شيء مميز جدا. فانا ملي تنتلاقى في الزنقه، ملي تنكون خارج ونتلاقى مع بنات ومع امهات من غير الدراري، حنا رجال، ملي تلقى مع عائلات وبنات تيضحكوا في وجهك، تتحس بشيء مميز. انا من الناس اللي تنحس بهذاك الشيء. عندك واحد لونفي تكون زوينه ان امراه وضحكات في وجهك، يعني شيء مانيفيك. نعم. يعني تتفرح، فتتقول يعني حسيت بهذاك الشيء اللي انا بغيت نوصل لها. فباش توصل احساسك المراه والبنت صعب. والحمد لله انا حاجه اللي مفرحاني انني دراري تيبغيوك. الحمد لله. اول مره ماشي تنقول لك انا فرحت ان ولاد تيبغيوني دراري. يعني زعما جاتني شي حاجه زوينه، تيجي ولد تيقول لك تنموت عليك. طيب اكيد ان كل فنان عنده المعجبين والمحبين ديالو، ما تهربش لي من السؤال ديالي. كاينه حبيبه، كاينه خطيبه، كاينه شوف قول لي الصراحه. لا ماشي الصراحه. انا من الناس اللي قلت لك قول الصراحه. انا نشرح لك. انا من الناس اللي دائما تنقولها للدار وتنقول انا من الناس اللي دائما غامض وغنبقى دائما غامض. ما غتفتحش لي علبه اسرار؟ لا ماشي ما فتحتيش ليا اذا. اكيد لا بالعكس مرحبا. يلا قول لي. لا كاين شيء تبقى عندك هنا كتبغي تخليها بينك وبين قلبك، تبغي تخلي عندك هنا، حيت الاحساس تيتعطى للشخص واخا تبغي تعبر به قدام مثلا التلفاز ولا اكيد ماشي بحال صعب. كاين مسائل خاصه يعني خصوصيات الشخص. فانا من الناس اللي دائما الحاجه الخاصه ما تنبغيش نفسرها، تنبغي نخليها دائما غامضه سريه. واخا نبقى حياتي كامل، واخا نبقى حتى 20 سنه ولا حد يعرفني في شيء الشخصي كنت نحس انا، حيت ربي اللي تعلم القلب شنو كاين في القلب، شنو تيحس متى تكون امراه. كيفاش الاحترام الكبير، حيت انا تنكلم المراه احترام كبير جدا لانها ربي خلقها ضعيفه وحنا خصنا نحترموها. فانا ما تنحبش اي شخص تيظلم مراه وتيتكرفس على مراه. طيب المهم انا سؤالي كان مباشر وانا عفيت من الجواب. اوكي اشوف دابا عافيك من جوج الحاجات. اكيد مرحبا. طيب الزوجه ديالك تفضل انها تكون مغربيه او لا من يعني جنسيه اخرى او لا من بلاد اخرى؟ شوف شنو قلت لك، رجعت لك السؤال. شوف ما غاديش تقول لي تقول لي واش مغربيه او لا. رجعت لك من السؤال، قلت لك انا الانسان اللي دائما غامض ما تنعطيش دبلوماسي اليوم. لا ماشي دبلوماسي، تنضرب باش حتى واحد ما يتقلق. انا من الناس اللي ما نبغيش شي شخص يتبقى. لانه كاين نوع ديال الرجال المغاربه تيقول لك لا انا نبغي ان مامات وليداتي تكون مغربيه، كاين اللي تيقول لك انا ما عنديش مشكل يعني تكون كيف ما كانت. يعني شوف كل وربي شنو كتب ليه، اللي مكتب لي الله زواج في شي بلاد راه مكتب لي، مكتب الله مغربيه بنت بلادي مرحبا. فانا قلت لك دائما ما تنبغيش نوضح الشيء اللي خاص بيا، تنبغي نخليه دائما غامض باش ما نخسر ولا حاجه. لا غموض زعما اول حوار ما كنخرجش بيه بداكشي اللي بغيت. اكيد مرحبا. طيب ما يمكنش انه نختم الحلقه ديالي وما نتكلمش على مغربيه في حياه محمد الريفي ديال الام ديالك. اكيد الام ديالي دائما تتبقى، كنا الله يخلي لنا مواتنا للوالده ديالك ولا الفريق العمل. يمكن كون ما كانتش الام ديالي يمكن تنقولها بصراحه، كون ما كانتش الام ديالي ما غنديرش بزاف د الحوايج، يمكن ما غنغنيش، ويمكن هي اللي عطاني الباور، عطاني القوه. كون ما كانتش هي ما نقدر نقول لك نسمح في كل شيء، حيت هي اللي مخليني واقف. ما تكونش معايا تنعرف ما غنقدر ندير حتى شي حاجه، تنوضح الامور. انا بلا الام ديالي ما تنقدرش نتحرك، ما نقدر نسمح في كل شيء في كارير، حيت الام ديالي ما معاياش. طيب الا هي جالسه حدانا اليوم شنو تقول لها؟ تنقول لها امي احبك كثيرا، ومن الناس اللي احترم امي احتراما بزاف، ومن الناس اللي زعما الام ديالي عندي شي حاجه مميزه، حيت الوالد ديالي الله يرحمه غير الام ديالي تعبت عليا من وانا صغير،
خرجت عندنا تكرفصات علينا تبهدلات علينا ديالها بصح. فانا يلاه خاصني نعوض لها واخا غير شويه حيت ما نوصلوش لهذاك الشيء. يلاه اللي عطيناهم غير 1% اكيد راه خير، حيت هما 99% ما نوصلوش. طبعا الله يسمح لنا اكيد من امين. الوالدين. الله يسمح لنا من الوالدين، حيت بعض المرات تنقدروا غير تزيد ديك ولا تتكلم انت عادي، ولكن راه هي هفوه. فكل واحد اللي عنده امه ما يسمحش فمه، وما يجي اي شخص يقول لك امك حاول تبعد منه. اي شخص يقول لك خلي امك ولا خلي والديك، عرفوا انسان مش مليح، انسان أكيد. مش طيب يعني. اكيد الله يخليها لك ويحفظ اكيد لكل الناس المهمات ديالهم. طيب هاي الكاميرا ديالك منك كاميرتك والجمهورك شنو تقول لهم؟ الناس اللي في الوطن العربي كاملين وتنقول لهم يا ربي هذا العام يدخل عليكم بالخير وبالصحة وبالسلامة. وحاجة وحدة اللي تنطلب أنا من حاجة وحدة، أمنيتي يدوم السلام في العالم كامل. وصراحة أنا من الناس اللي بغيت نشوف كاع البلدان فرحانين، ما بغينا لا مشاكل لا والو، كلشي تكون رايه بيضاء. هادشي هذه أمنيتي، كلشي يكون السلام في العالم كامل، بلا ما نخلقوش المشاكل ونعيشوا في بلادنا في امان، وفي بلدان كاملين نعيشوا في العالم كله يعيش كل شيء هاني بلا حروبات بلا مشاكل. هذه امنيتي ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي يعم الامن والامان والسلم بطبيعه الحال على وطننا العربي. شكرا لك بزاف محمد الريفي على هذا الحوار زوين بزاف وخفيف بزاف. لا يخطيك. طيب شكر كثير كبير لانك استقبلتينا عندك. كنبغي نشكرك وقبلوا علينا. لا يخطيك بارك الله فيك. كنبغي نشكر بزاف اكيد نتوما مشاهدينا، وكنبغي نشكر بطبيعه الحال وداد يعني المكلفه بالاعمال بطبيعه الحال ديال سي محمد الريفي. مشاهدينا نخليكم تشوفوا الكليب جديد ديال محمد اللي هو هاي جنني. اما انا فنرجع ونتلاقاكم الاسبوع المقبل باذن الله نفس الزمان فقط المكان اللي كيختلف باختلاف ضيوفنا من هنا الاثنين. في حال ديما كنقول لكم خليت لكم الراحه. السلام عليكم. Baby, yalla, yalla, sweet like honey, come on, don't be ashamed, so don't play the game for love. Baby, yalla, yalla, #1 forever. Lighting all trees, dancing on the street. They all asking who's the haters and jealous of my Ferrari, yellow gold, the sexy girl at home. Bounce with me, mama, show them how you got on. Make me feel papa, make the most suffer. Say it all. Jealous of my Ferrari, yellow gold, the sexy girl at home. Bounce with me, mama, show them how you got on. Make me feel papa, make the most suffer. Come with me, yalla, dance with me, a raga. Bring me to your room, take me undercover. Kiss me like another, touch me while you got her. My eyes on my zoom on your lover. I get
put your hands up in the air and let's do like just we don't care, mommy. هيجنني ده هيجنني يلا يلا كل ما قرب يبعد عني هيجنني ده هيجنني كل ما قرب يبعد عني all your toe I got tongue elongate for you all Casablanca in the house Miami Cairo in the house زحمة Beirut in the house are you now in the house Dubai in the house Geneva yo New York in the house Marrakesh in the house London are you in the house Paris is super plus LA are you in the house come on now yo 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 أيوة إلهام hey everything حبيب قلبي يا ليلي يا ليلي يا ليلي yo yo I love y'all worldwide حبيبي روح قلبي اسمعني. ايه ده ايه ده إيه؟ ده ما تسالش روحك قوي. ده انا مجي محمد الريفي حيجنني. الحلو ماشي ولا همه in the air let's do like just cigarette home bounce يجنني يلا يلا just we don't care لا 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 C'est bon? Tu veux que je continue encore? Tu kiffais? Tu veux que je continue? in the air let's do like just معروفة عند الجميع أن لابو غراس هي اللي كتاكل العصا بزاف. كيدخلوا شويه الرومي مع البلدي، الرومي كثر من البلدي دونك ما كيبقاش هذاك القفطان المغربي عنده ديك الهيبه والوقار. الاسباب ديال تساقط الشعر هناك الاسباب الوراثيه والاسباب الغير وراثيه. التواجد في الماء كيعطينا صحه وفرح وسعاده.